يقول أبو الدرداء: وكنا في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى دخل أبو بكر الصديق يبان بلي مخلوع. أسألكم سؤالا، لو كان صراكم انتم ماشي واحد يحبس قلبه. تشاد أبو بكر وعمر، تنازعوا في شيء، فأسرع أبو بكر الصديق إليه في الكلام. غلط معاه، وعمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا. أبو بكر الصديق أسرع في الكلمة هذيك اللي قالها سيدنا عمر زعف. وأصل القصة في البخاري. الآن لما غلط أبو بكر الصديق مع عمر غضب غضبا شديدا، يعني كلام ياخذوا ويردوا. مشى عمر بن الخطاب إلى بيته، تبعوا أبو بكر الصديق. أنا أحكي لكم قصص وراكم حاضرينها بالعامية. زعف من حقه، زعف. كي راح لدارو عاودت جاته نفس اللوامة. كيفاش أنا يا أبو بكر الصديق صح غلط معايا، بصح يطلب مني سماح. رجع أبو بكر الصديق يجري عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف طامة تخسر صاحبك. وشكون الصاحب هذا؟ عمر بن الخطاب. كيفاش أنا ما قلتلوش مسامح وهو كبير عليا وله فضل عليا إلى آخره. عاود ندم دار، ما دخلش الدار، عاود دار. راح للصديق، خبط في البيت ما لقاهش، قال لهم وين راح؟ عباك وين راح؟ وين راح يروح؟ اي والله وين راح يروح يا اخواني؟ واعلموا ان فيكم رسول الله. جاء ابو بكر الصديق يجري يلم الثوب بتاعه حتى ظهرت ركبته. يقول ابو الدرداء: وكنا في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى دخل ابو بكر الصديق يبان بلي مخلوع. كي كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه، راهو يهضر معهم وشاف عمر او شاف الصديق، شافوا جاي ماشي بالطريقه اللي ما في يجي بها بالهدوء والسكينه، شافوا مشمر حتى ان ركبته تظهر وجاي. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: اما صاحبكم هذا فقد غامر. هو كان عنده حاجه الانسان. ان صاحبكم قد غامر. جاي معري ركبته يجري عنده حاجه. فقال: يا رسول الله، اني شددت مع عمر، واني يعني استسمحته ان يغفر لي فلم يغفر لي. وش قالوا النبي عليه السلام؟ اول حاجه قالوا: يغفر الله لك يا ابو بكر، يغفر الله لك يا ابو بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. قالوا قعد ثلاث دعوات. وبينما هم كذلك عمر بن الخطاب شوف دخل للدار، قالوا ما نسمح لكش في حاله الغضب، قالوا ما نسمح لكش، لازم ما نشدوش على بعضنا الكلام كي نقولوا في حاله الغضب. عمر دخل غلق الباب، قالوا ما نسمحش. غير غلق الباب عاود فكر، ولا يجري يطلب منه هو سمح، ولا يجري موراه ما صابوش، راح لدارو. قال لهم ثم ابا بكر موجود، قالوا ما كاش. راح يجري للمسجد، فوجد ابا بكر الصديق والنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كامل ملمومين، فوجد ان النبي